لو لسه كل ما تيجي تفتح جهاز الكمبيوتر عندك بتلاقي مشكلة اضغط F1 للتخطي. لو انت مش عارف الحل، فانا في الفيديو ده بإذن الله هشرح لك الحل وطريقة الغائه للأبد وبكل سهولة. بعد ما عملنا للجهاز شت داون هنضغط على F10 زائد علامة الراجل دي اللي في الآخر. تمام. بعد كده هتظهر لنا القائمة الزرقاء دي، هنختار Advanced، بعد كده باور اون اوبشن، وهننزل على الاختيار اللي قبل الاخير اللي عنده F1 هيكون معمول ديسيبل، احنا هنعمله انيبل. تمام. وقبل ما نطلع عندنا اختيارين تحت هم، هندوس تاني من الكيبورد على F10 عشان تتثبت. هتختار F10، بعد كده هتروح راجع لفايل تاني وعامل سيف. بعد ما تعمل سيف هيجيلك خيارين، دوس يس، هتلاقي الجهاز داس عمل شت داون لنفسه. خلاص كده تمام، المشكله اتحلت. ولو استفدت بالشرح ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو المشكله لسه ما اتحلتش عندك برضو، خلاص لما تيجي تفتح الجهاز تظبط الوقت كده المشكله هتبقى اتحلت نهائيا.